السلام عليكم خوتي الكرام، كي دايرين؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. هاد اليامات سمعنا بزاف على الدعم ديال الفلاحة، الكسابة، وبالضبط الدعم اللي موجه للفلاحين مربي الماشية. كل واحد اللي كيهمو هاد الموضوع كيسول شنو جديد؟ كيفاش غادي يكون هاد الدعم؟ واش بصح بدا؟ واش غادي يوصل للناس اللي محتاجينه؟ في هذا الفيديو غادي نوضحوا لكم الصورة كاملة من مصدر رسمي باش المعلومات تكون واضحة دقيقة ومفهومة لكل فلاح ومواطن مهتم بهذا المجال. وغادي نعتمد في هذا الفيديو على تصريحات الكاتب العام لوزارة الفلاحة اللي خرج وشرح الأمور بكل شفافية وقالها بصوت عالي: ما كاين لا غموض لا تراجع، الأرقام اللي تعلنات رسمية وبداية التنفيذ بدات فعلا. دابا بلا ما نطول عليكم نمشيو مباشرة نفهمو كيفاش غادي يكون هاد الدعم خطوة بخطوة، وشكون اللي غادي يستافد، وشحال المبالغ بالضبط. خليكم معايا. كنت شاركت معكم قبل أيام فيديو كيهضر على دعم الفلاح ومربي الماشية، واليوم غادي نهضروا بتفصيل على كيفاش غادي يكون هاد الدعم بالضبط، وعلى لسان الكاتب العام لوزارة الفلاحة اللي خرج ووضح الأمور كاملة. قال بالحرف: ما كاين لا غموض لا تراجع في الأرقام اللي تعنات. البرنامج بدا رسميا وكيهم الفلاحة ومربي الماشية في إطار إعادة تكوين القطيع الوطني. كاين جوج أنواع ديال الدعم: واحد دعم الأعلاف، جوج دعم الحفاظ على الإناث المرقمات المسجلات من الغنم والمعز، النعجة والمعزة. دابا خلينا نفهموا كيفاش غيكون الدعم وناخذوا مثال باش الصورة توضح أكثر. مثلا إلا عندك 100 راس ديال الغنم، العشرة الأولين 150 درهم للراس، 3000 ريال. من 10 حتى ل 50 125 درهم للراس، 2500 ريال. ومن 50 حتى ل 100 درهم للراس، 2000 ريال. علاش هاد التدرج؟ باش الفلاح الصغير يستافد أكثر من الكبير، ونشجعوه يستمر في تربية الماشية، خصوصا في مرحلة التوالد اللي كتمر منها بلادنا دابا. أما الدعم الثاني فهو خاص باللي حافظ على النعاج أو المعاز للتوليد المرقمين المسجلين، وكيستافد ب 400 درهم للنعجة، يعني 8000 ريال، و300 درهم للمعزة، 6000 ريال. لكن دابا في هذه المرحلة غيتصرف غير تسبيق ديال 100 درهم للراس، 2000 ريال. ومني توصل اللجان في شهر ابريل ودير المراقبه وتاكد ان الاناث باقين في القطيع، داك الساعه غيكملوا لهم المبلغ الباقي. وبهذا الشكل الفلاح الصغير يقدر يوصل حتى ل 390 درهم للراس، 7800 ريال. وهذا الرقم ما عمره كان من قبل في المغرب. وزيد عليها حاجه مهمه بزاف، ما بقاتش الطريقه القديمه ديال توزيع الشعير المدعم. ما كاين لا نقط بيع لا طوابير لا وسطاء. الدعم دابا مباشر كيوصل للحساب البنكي ديال الفلاح، وداك الساعه هو حر يشري من السوق اللي بغى وبالثمن اللي بغى. الكاتب العام قالها بصراحه: هذه الخطوه كتدعم الشفافيه والعداله، وكتقرب الدوله من الفلاح باش يعيش بكرامه ويخدم بالثقه. وهذا تنفيذ فعلي للتوجيهات الملكيه الساميه. في النهايه هذه بدايه جديده للفلاحه المغربيه، ودليل ان الدعم ماشي غير وعود، بالواقع كيتحقق قدام عينينا. وربي يبارك في الفلاحين ديال بلادنا. اخوتي، ما تنسوش تدعموا خوكم بوحسين حور بالاعجاب والبارطاج والاشتراك في القناه. الى اللقاء في الفيديو الجاي ان شاء الله.